في قلب صحراء أريزونيا القاحلة عايش مخلوق مهيب اسمه الوشق الأمريكي، هالقط البري اللي جامع بين النعومة والمكر وبين الهدوء والخطر بنفس الوقت وسط هالجحيم الرملي. العلماء لاحظوا سلوك غريب ومجنون لهالحيوان، شافوا بعض القطط قاعدة فوق نباتات الصبار العملاقة مثل التوشية، مع انه هيك نوع من الصبار مليان أشواك قاسية. تخيل قط بري قاعد بكل راحة فوق صبار مليان إبر، بس وراها التصرف الغريب في حكمة طبيعية خيالية. ثراء القط الكثيف وبطانة الكفوف القوية بتحميه من الأشواك، وهيك بيقدر يقعد فوق الصبار بدون ما ينخز أو يتأذى. وغير هيك قاعدة الصبار العالية بتعطيه أمان من المفترسات الأرض مثل الذئاب والأفاعي، وبتعطيه زاوية رؤية واسعة كأنه واقف ببرج مراقبة طبيعي خلق الله. وفوق كل هذا الارتفاع بيبعده عن حرارة الرمل اللي بتلسع الأقدام، فبيلاقي فوق الصبار برودة وظل نسبي يريح الجسم. هو فعلا درس بقاء وسط أرض ما بترحم، درس عم يكتبه هالكائن الهادئ بدهاء بفطرته، وبعالم القوي بياكل الضعيف. بيذكرنا هالمخلوق أن رب العالمين ما خلق شيء عبث، وأنه أحيانا الضعف بيخبي وراه طريقة نجاة ما بتخطر على بال حدا. سبحان الله، حتى بالصحراء بين الأشواك والحر والفراغ تتجلى رحمة الخالق وحكمته بمخلوق صغير لقى طريقته بالحياة بأسلوب ما بينساه العقل. برأيكم هالتصرف غريزة بس ولا ذكاء علمته الحياة؟